لأن أعتقد اليوم للأسف الشديد اللي احنا قاعد نشوفه أن هناك شرخ في المجتمع. صار المجتمع مقسم. فالمهمة الأولى أنك أنت تعيد بناء الوطن حتى يكون وطن للجميع. نعم. كويت واحدة وشعب واحد. اللي صار هناك يعني صار في تشكيك في الحكومة، صار في تشكيك في الدولة، صار في تشكيك في الأسرة، صار في تشكيك في الوزراء، في الناس، صار في تشكيك أنت وطني، أنت مو وطني، أنت صحيح. أزرق، أنت برتقالي. فأصبح هناك شرخ. إذا ما تلحقنا الموضوع وقدرنا نحن نلم الموضوع ونعيد تشكيل المجتمع وتشكيل الوطن بحيث ان احنا نرجع كويتيين مثل بعض، نحب بعض، احنا وطن واحد وشعب واحد، انا اخاف عليك وانت تخاف علي، احترمك تحترمني، نرجع الى اسس واخلاقيات اهل الكويت. فبالتالي لازم هناك فزعه وطنيه من الكل انه يرجع ينسى حزبه، ينسى طائفته، ينسى قبيلته، ينسى مذهبه ويفكر ككويتي. نعم. يعني صار لنا 50 سنه احنا ننتخب على أسس حزبية وطائفية وقبلية وفئوية ونسينا أن احنا كويتيين. هالسنة أقول يا جماعة خلونا ننتخب ككويتيين، انسوا هذا اللي طاف. يعني نقول لأجل الكويت، الكويت تستاهل، يعني مشان يعني أنت تستانس وتفرح تقول أنا ساهمت في إعادة بناء وطني. نقول لأجل هذا الوطن، حبا في هذا الوطن، تجرد مرة واحدة من أنانيتك كإنسان ومن فئويتك وقبليتك وحزبك، وروح ككويتي تخاف الله وتحب الكويت وتحب أولادك وتفكر مستقبلهم وتفكر وتبي تختار من يشرع لهم صح ومن يخاف الله فيهم.